في خطوة هزت الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا في 13 من مايو عام 2025. متحدثاً من الرياض خلال جولته السريعة في المنطقة، أعلن ترامب عن فرصة جديدة لسوريا، مؤكداً رغبته في رؤية الدولة التي مزقتها الحرب تنمو وتزدهر. جاء هذا القرار غير المتوقع بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الخارجية الأمريكية وإعادة ترتيب محتملة للتحالفات في المنطقة. قوبل الإعلان بفرحة غامرة في دمشق، حيث خرج السوريون العاديون إلى الشوارع للاحتفال. الرئيس السوري أحمد الشراع الذي التقى ترامب في وقت سابق من ذلك اليوم، أشاد بهذه الخطوة باعتبارها انتصاراً للشعب السوري، ووعد بإنهاء سنوات من المشقة الاقتصادية. شهدت الليرة السورية التي تضررت بفعل سنوات الصراع والعقوبات ارتفاعاً فورياً في قيمتها، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 16% مقابل الدولار الأمريكي في غضون ساعات من الإعلان. يمثل رفع العقوبات نقطة تحول دراماتيكية في تاريخ سوريا الحديث. لأكثر من عقد من الزمان شلت البلاد بسبب حرب أهلية وحشية وعقوبات اقتصادية خانقة. كان للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها رداً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد تأثير مدمر على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى انتشار الفقر والتضخم المفرط ونقص مزمن في السلع الأساسية. كان التأثير الفوري لتخفيف العقوبات واضحاً. أشار الارتفاع الكبير في قيمة الليرة السورية إلى تجدد الثقة في الاقتصاد السوري. من المتوقع أن يؤدي هذا التعزيز للعملة إلى جلب ارتياح درينجنت للسوريين العاديين، الذين شهدوا تراجع قوتهم الشرائية بسبب سنوات من التضخم المفرط. من المتوقع أن تنخفض تكلفة السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية الأساسية، مما يخفف العبء عن الأسر المتعثرة. وراء التأثير الفوري على العملة، يفتح رفع العقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي. لسنوات عزلت الشركات السورية عن الأسواق العالمية، وغير قادرة على الانخراط في التجارة الدولية أو الحصول على التمويل. مع رفع العقوبات، هناك إمكانية لزيادة الاستثمار الأجنبي، مما ينعش الصناعات المتعثرة في البلاد. من المرجح أن يكون المستفيدون المباشرون من هذا الانتعاش الاقتصادي هم القطاعات الرئيسية في سوريا: الطاقة والعقارات والنقل. تمتلك سوريا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، والتي ظلت غير مستغلة إلى حد كبير بسبب العقوبات. مع رفع العقوبات، أصبحت الشركات الأجنبية الآن حرة في الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، مما قد يحول البلاد إلى دولة مصدرة رئيسية للطاقة. يمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. مع استعادة الوصول إلى الأسواق الدولية، يمكن للشركات السورية أن تتاجر بحرية مرة أخرى وتصدر سلعها وخدماتها إلى العالم الأوسع. قد يؤدي ذلك إلى انتعاش صناعات النسيج والزراعة والأدوية التي كانت مزدهرة في سوريا، مما يخلق فرص عمل درينجنت ويعزز النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يكون لتدفق الاستثمار الأجنبي تأثير تحويلي على البنية التحتية لسوريا. خلفت سنوات الحرب طرق البلاد وجسورها وشبكات الكهرباء في حالة خراب. مع رفع العقوبات، هناك الآن فرصة للمانحين والمستثمرين الدوليين للمساهمة في مهمة إعادة بناء سوريا الضخمة. يمكن أن تخلق جهود إعادة الإعمار هذه عدداً لا يحصى من فرص العمل، وضخ رأس المال الذي تحتاجه البلاد بشدة في الاقتصاد ووضع الأساس للنمو المستقبلي. يفتح رفع العقوبات أيضاً الباب أمام عودة سوريا إلى المجتمع الدولي. لسنوات عوملت البلاد كدولة منبوذة، معزولة دبلوماسياً واقتصادياً. مع إزالة العقوبات، يمكن لسوريا أن تتعامل مرة أخرى مع المنظمات الدولية
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والوصول إلى الموارد الحيوية والخبرات الفنية لدعم انتعاشها الاقتصادي. المحور الرابع: رمال متحركة، ردود الفعل الإقليمية والآثار الجيوسياسية. أثار رفع العقوبات عن سوريا موجات من ردود الفعل في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى مجموعة من ردود الفعل من الجهات الفاعلة الرئيسية. أشارت المملكة العربية السعودية، وهي ناقد قوي لنظام الأسد خلال الحرب الأهلية، إلى دعمها لهذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة نحو استقرار المنطقة ومواجهة النفوذ الإيراني. أعربت تركيا، التي كانت داعماً رئيسياً لجماعات المعارضة السورية، عن تفاؤل حذر، في حين رحبت بإمكانية الانتعاش الاقتصادي في سوريا. لا تزال أنقرة حذرة من حكومة الأسد وعلاقاتها مع الجماعات الكردية في شمال سوريا. رحبت قطر، التي تقدم مساعدات مالية لسوريا، أيضاً برفع العقوبات، معتبرة ذلك فرصة للعب دور أكثر فاعلية في إعادة إعمار سوريا. تعهدت الدولة الخليجية بزيادة دعمها المالي لسوريا، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والمساعدة الإنسانية. المحور الخامس: الطريق الطويل أمامنا، تحديات النمو المستدام. في حين أن رفع العقوبات يوفر شريان حياة درينجن للاقتصاد السوري، فإن الطريق إلى الانتعاش سيكون طويلاً وشاقاً. خلفت سنوات الصراع ندوباً عميقة على النسيج الاجتماعي والبنية التحتية المادية للبلاد. ستتطلب إعادة بناء سوريا جهداً جباراً، يتطلب التزامن دولياً مستمراً وموارد مالية كبيرة. أحد أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه سوريا هي مسألة الفساد. اتهم نظام الأسد على نطاق واسع بالمحسوبية والاختلاس، مما أثار مخاوف من أن يتم تحويل أموال إعادة الإعمار من قبل المسؤولين الفاسدين. سيراقب المانحون والمستثمرون الدوليون عن كثب كيفية إنفاق أموال المساعدات، مطالبين بمزيد من الشفافية والمساءلة. عقبة رئيسية أخرى هي الأزمة الإنسانية المستمرة. لا يزال ملايين السوريين نازحين داخل البلاد وعبر المنطقة، ويعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويعتمدون على المساعدة الإنسانية. سيتطلب معالجة هذه الأزمة استثماراً ضخماً في الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، وتحويل الموارد بعيداً عن التنمية الاقتصادية.